السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خالد العطوي، انت كمدرب لما تشاهد الاخطاء الفرديه من بدايه المباراه من لاعبين النصر، ايش سببها؟ مش المفروض تعمله؟ شوف، اول شيء اعزز الثقه في اللاعب نفسه، لانه ممكن اللاعب ما يكون في يومه. مشكله النصر في الحالات في المواقف الثابته يخسرون الكره الاولى ومن ثم يخسرون الكره الثانيه. والحالات هذه ما في تواصل لا بين سلطان ولا بين الاجامي، ما في سكان للمنطقه يعني. وفي تهاون، قلنا لك بعد الدقيقه 30 النصر صراحه بعد ما سجل هدفين في تهاون، في برود، يعني هل هم ضمنوا النتيجه؟ هل هم يعني تعالوا على ابها؟ ما اعطوا المباراه قيمتها يعني اللي تستحقها كمباراه. النهارده واحده من أسوأ المباريات لابورت. صحيح، لابورت عمل مشاكل كتير للفريق بشكل عام. اخطاء يعني بص اخطاء كتيره جدا، اخطاء مركبه من اكثر من لاعب صراحه، من اكثر من حارس المرمى الى خط الثلث الهجومي. يعني الاثنين اللي كانوا مميزين وكانوا بارزين بصراحه اللي هم ماني وبروزوفيتش، وهم اللي كانوا يشكلون الخطوره للنصر وثالثهم كان رونالدو. طيب